السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بوصفة ممتازة وفوق الممتازة كمان. حاجة كده ريحة ونظافة وهتوفري بيها. هنعمل مع بعض الصابون السائل بأقل التكاليف ومش هتستغني عنها في بيتك. يلا نبدأ مع بعض. وقبل ما نبدأ الفيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وحابة أرحب بكل اخواتي اللي اشتركوا معايا في القناة. نورتوني وشرفتوني. ولو لسه يا قمر اول مره تشوفيني ياريت تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد هقدمه معاكي الفتره الجايه. ولايك حلو منك وكومنت. ويلا نبدا مع بعض. انا هنا اول حاجه ابتديت ان انا بوريكم بس تقله وبختبره معاكم. حاجه ممتازه بصراحه وبأقل التكاليف. يعني الكيس اللي انا هجيبه يعمل معايا 8 لتر. هخففه في 8 لتر ميه. والكيس ب25 جنيه. انا جايباه ب25. وبصراحه ناعم جدا على الايد. وشوفي بقى ال8 لتر هتجيبيه بكام. وانا كمان يعني مخففاه بميه بالتمانية. يعني انت ممكن تخفيه باقل وممكن باكتر تبع القوام اللي انت عايزاه. يعني تبع راحتك. ومش محتاج لون ومش محتاج حاجه. ورغوته بصراحه عاليه جدا. وفي النظافه عالي جدا. هو ده الكيس اللي انا جبته اسمه بهجه. مكتوب عليه ان هو يتخفف في 8 لتر. ولو انتي مش عارفه في التعليمات ورا وطريقه التحضير محطوطه من ورا ان انتي تمشي عليها. هو كان الاول بيتباع كيس فيه العجينة دي وكيس تاني فيه زي بودرة كده. بس هو دلوقتي بيتباع كله مع بعض مخلوطين مع بعض. انا جبت بريحة الليمون. هو ده الكيس اللي جواها زي عجينة بالظبط. انا هفتحه معاكم وهوريكم كمان شكله. هي عبارة عن عجينة. نزلت بيها في الطبق. انا بوريكم هي شكلها. نزلت الاول بلتر. لتر من المية ان انا بس ادوبها فيه. عشان اعرف بس ان انا ادوبها. هفضل اقلب فيها لحد ما تدوب شوية وبعد كده هنزل ببقية الكمية. طبعا شايفين الرغوة من قبل ما اعمل اي حاجة. هو في منه بكذا كذا حاجة. يعني انا جبت بالليمون. في كمان بالتفاح. الاخضر بتبقى لونه اخضر. بس انا فضلت الليمون اكتر. هتقلبي فيها شوية كده لحد بس ما يبتدي ان هو يدوب. وكل ما بتقلبي كل ما بتلاقيه بيتقل معاكي. انا هنا نزلت ب7 لتر الباقيين. وقلبت شوية فيه. هنا بقى بوريكي القوام بتاعه حلو قوي. وممكن انتي كمان تقللي المية يبقى القوام بتاعه اكتر. بس هو كده القوام المطلوب. ولو سبتيه كمان شوية هتلاقيه تقل اكتر. هجرب معاكم كمان بقى الرغوة بتاعته. هنا انا جايبة طبق فاضي فيه مية بس. ودي سبونجة جديدة مفيهاش اي حاجة. انا بوريكم ان هي ما بتنزلش رغوة ولا حاجة ولا حاطة فيها صابون قديم ولا حاجة. وهنزل بس بشوية صابون من ده. شوية صغيرين على المية. وهوريكي الرغوة بتاعتها.
تالي مش محتاجة ان انا اتكلم، الرغوة باينة قوي. وناعم جدا على الايد. حلو قوي بصراحة. جربيه وقوليلي رأيك، وانا متأكدة ان هو هيعجبك جدا وهتوفري. يعني من كيس بسيط ب25 هتعملي 8 لتر. ولونه كمان حلو قوي، وفي النظافة ممتاز.